الزمالك يتعادل مع الجونة في كأس العاصمة في مباراة أداء غريب جدا. اللعيبة النهاردة تقريبا مش فترة كويس، تقريبا في حاجة غلط، تقريبا مش متسحرين كويس، في حاجة مش مظبوطة. اللعيبة النهاردة بتعمل حاجات غريبة في الكورة، اللعيبة بتخش على بعضها، لعيب بيقع لوحده، لعيب الكورة بتفلت تحت رجليه، أداء سيء. ماتش لحد الدقيقة 90 أنت ما شفتش هجمة خطيرة للزمالك خالص. الزمالك مش الأداء بتاعه النهاردة مش مظبوط، في حاجة غلط. الزمالك النهارده ما تعرفش هو عايز ايه من المباراه. اللعيبه بتلعب لعب سهل كده بدون اي، يعني مش عارف. شيكابالا خلاص، انا شايف ان هو يعتزل. شيكابالا خلاص انتهى، ما بيعملش اي حاجه، ما بيقدمش اضافات، ما بيقدمش اي جديد. الزمالك بدون عبد الله السعيد صدقني الزمالك مش موجود. عبد الله السعيد فايق، الزمالك فايق. عبد الله السعيد ريح، الزمالك مش موجود. ناصر ماهر النهارده مش موجود. ناصر منسي مش موجود. مش عارف في حاجه غلط. مصطفى شلبي هو مصمم ان هو عايز يعمل حاجه، فاكر ان هو بياخد اللقطه لما يجيب جول، لما يعمل حركه حلوه. مصطفى شلبي لازم حد يقعد معاه ويفهمه ويكلمه ان الكوره دي لعبه جماعيه، دي مش لعبه فرديه. الكوره دي تكتيك، مجموعه بينفذوا. بص الكوره دي كده بتبين قد ايه مصطفى شلبي مش مركز خالص. مصطفى شلبي مش عارف، انا مش فاهم هو عايز يعمل ايه مع الزمالك، محدش فاهم. ولكن علاء عبد العال تكتيك كويس جدا، بيلعب بالقماشه اللي في ايده، بيلعب بالامكانيات اللي في ايده. علاء عبد العال خطف هدف، فضل محافظ عليه لحد اخر الماتش لحد الدقيقه 96. والزمالك دلوقتي في ميزه بنت عليه، ايه هي بقى؟ ان هو بيلعب لحد اخر نفس. تقريبا اتعدم النادي الاهلي. الزمالك دلوقتي بنشوفه بقى جواله بقت في الدقيقه 94 وفي الدقيقه 90 وفي الدقيقه 96. الزمالك بيلعب لحد اخر نفس. النهارده بيطلع متعادل بجون في الدقيقه 96. يعني الزمالك دلوقتي ما بقاش يرمي القماشه من بدري، لا، الزمالك بقى عنده شخصيه، والشخصيه دي انا شايف ان هم جابوها من الصفقات اللي هم عملوها. عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود بن تايج، شويه لعيبه عندهم شخصيه، عندهم كواليتي ان هم يقدروا يكسبوا المباراه في اي وقت، وهم عارفين بده. بيدوا للعيبه اللي حواليهم ثقه، بيدوا حماس، بيدي انك تفضل تلعب لحد اخر نفس. اللعيب الناشئ ده لما يطلع يلاقي واحد زي عبد الله السعيد 40 سنه وبيدوس على نفسه وبيجري وبيعمل كل حاجه وعايز يكسب، اوتوماتيك بياخد نفس الشخصيه وبقى عايز يكسب. ودي ميزه كويسه جدا. ولكن الزمالك لازم يكون عنده حلول غير نص الملعب. الزمالك نص الملعب عبد الله السعيد، ناصر ماهر، الاثنين لو واحد فيهم اداؤه سيء النص الملعب بيروح. غير كده ما بتشوفش اي تكتيك. النهارده 90 دقيقه كامله الزمالك مش قادر يعمل هجمه خطيره على الجونه. النهارده علاء عبد العال قافل الدنيا. النهارده لعيبه نص الملعب بتوع الجونه بيعملوا كل حاجه. النهارده شفنا في الدقيقه حوالي من الدقيقه 75 لحد الدقيقه 90، ده في كوره في الدقيقه 75 لعيبه الجونه كانت بتباصي جوه ال 18 بتاعت الزمالك. مش فاهم، يعني الضغط سلبي، اللعيبه مش عارف، في حاجه غلط. نص الملعب بتاع الزمالك النهارده كان في حاجه غلط. ولكن هو مباراه تحضيريه للناشئين، مباراه تحضيريه للبدلاء، مباراه بيقدر يجرب فيها لعيبه، بس الاداء كان لازم يبقى افضل من كده. في لعيبه عندها خبره في الزمالك، بيلعب ب 70 80% من القوام الاساسي بتاعه. لازم المباراه النهارده كنت تكسبها بدري، كنت تريح نفسك وتريح جماهيرك. ولكن هي دي الكوره، هي دي مصر. علاء عبد العال بيعرف ياخد اللي هو عايزه من المباراه. في ناس بتقول لك علاء عبد العال بيدافع وبيشلت وبيعمل وي وي. المغرب خدت ثالث العالم بالطريقه الدفاعيه. مش عيب ان انا العب بالورقه اللي في ايديا، العيب ان انا احاول العب بحاجه مش في ايديا. هو امكانيات لعيبته كده، النهارده استغل امكانيات لعيبته كويس جدا وتعادل مع الزمالك. انا بشوف ان التعادل ده تعادل مستحق، لان بصراحه الفرقتين النهارده لعبوا كوره، واي حد فاهم تكتيك هيعرف ان علاء عبد العال كان عنده حاجه كان بيعملها. علاء عبد العال بيلعب على المرتدات، عملها مره والثانيه جت جول. علاء عبد العال فاهم هو بيعمل ايه. من الناحيه الثانيه الزمالك كان بيحاول يسيطر على الملعب، الزمالك مستحوذ ولكن الاستحواذ بتاعه سلبي. لازم الاستحواذ بتاعه، احنا في مصر لازم الاستحواذ بتاعنا ما يكونش ان انا انقل الكره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، لا، لازم يكون عندي فكره انا بعملها. انا بخترق من العمق، ما جاتش من العمق بخترق من على الاطراف، ما جاتش من على الاطراف ببدا اخترق من الباكات واعمل عرضيات. في اكتر من طريقه. ده فكره الاستحواذ. فكره الاستحواذ مش ان انا اطلع ب 90% استحواذ وفي الاخر هجمات على الجون صفر. ما ينفعش. لازم نطور من الكوره شويه. ولكن دي مباراه في كاس الرابطه، مباريات تحضيريه، احنا مش واخدين البطوله دي بمحمل الجد. ومبروك لنادي الزمالك ومبروك لجماهير نادي الزمالك، ولسه بدري قوي. سلام.